مع انخفاض قيمة الجنيه بقينا مجبرين غصب عننا ان احنا نفكر في سبل نعرف بيها نعيش، ان احنا نكفي نفسنا. من ضمن الافكار دي ان احنا نحاول نكسر القاعدة العامة في العصر اللي احنا فيه، الا وهي الماتيرياليزم انك انت تشتري احدث تليفون، اكبر تلفزيون، احدث كمبيوتر. بالنسبة للبنات كل شوية مثلا ميك اب شكل وبتاع وما اعرفش ايه، وهكذا من الحاجات دي كلها. ضد الماتيرياليزم هو المينيماليزم، سياسة التقليل، انك انت تقلل من الحاجات ممكن تكون مش محتاجها. هي شكلها حلو وفي الاعلانات شكلها لذيذ وجميل جدا جدا، بس انت محتاج انك انت تشوف وتحدد هل انت الحاجة دي بجد بجد محتاجها ولا ممكن تعيش من غيرها. وكمان تبدأ انك انت تبص في بيتك وتشوف مثلا ايه الحاجات اللي انت ممكن تكون مش محتاج. يعني انا مثلا الترايباد ده انا حاليا مش محتاجه، لان انا مثلا مش بعمل فلوجز او اي حاجه زي كده، اقدر ان انا ابيعه. الميكروفون ده عندي ميكروفون تاني غيره واقدر استخدمه، هيطلع جودة صوت كويسة، فخلاص اسيب الميكروفون ده او ابيع الميكروفون ده واخليني في الميكروفون التاني. وهكذا قيس على ده كل حاجة في بيتك، ملابس، اجهزة، اي حاجة انت بجد مش بتستخدمها باستمرار تقدر انك انت تستغنى عنها. طبعا في سبل تانية انك انت تقدر تعيش، زي انك انت تنوع مصادر دخلك او تشوف لك وظيفة افضل من اللي انت فيها عشان خاطر تكون العائد المادي بتاعها اقوى. وده هيكون كلامنا في فيديو تاني.